السلام عليكم إخواني أخواتي، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. معكم أسماء. في الفيديو السابق درت لكم عقدة اللوز والعجينة اللي كتكون معها. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي ندير لكم بعض الأشكال اللي ساهلين وما كيحتاجوش الماتريال، يعني أي سيدة تقدر تقوم بهم. كنذكركم بأن المقادير غادي تلقاهم في الرابط أسفل الفيديو. نخليكم مع الطريقة. غادي ديروا بعقدة اللوز كويرات كل وزن ديالهم 14 غرام. من بعد غادي نغطيهم بشي فيلم غذائي باش ما يضربهمش الهواء. غادي ناخذ قطعه من العجين اللي مصوب بالدقيق ونرجعوا الباقي للبلاستيكه حيت ما خاصوش يتعرض للتيار الهواء. نرشوا الدقيق في بلاصه فين غادي نخدموا ونبسطوا العجين وخاصو يكون رقيق بزاف. هو عامه في حلويات اللوز فاش كنكونوا كنبسطوا العجين ما خاصناش نكثروا الدقيق بزاف، ولكن في هذه الاشكال ماشي مشكل. كيكون مشكل في الاشكال اللي منقوشين. نقطعوا دوائر بقطر 6 سنتيمتر ونص. دائما نغطيو العجينه بالبلاستيك باش ما تنشفش بالهواء. غادي ناخذ كره عجينه اللوز وغادي نحربلوها رقيقه بعرض الدائره. غنجمعوا الجناب ديال العجينه ونوركو بصبعنا بحال هكا ونحاولوا نطلعوا العجينه للفوق. داك الفوق ديال العجينه خاصو يكون محلول هكا على برا هكذا كي خاصها تكون. دابا غادي ندهنوا غير البلاصه اللي خارجه منها عقده اللوز بالبيض ديال البيض وندوزوها في اللوز المهرمش اللي غادي نكونوا حمرناه غير 5 ديال الدقائق. الشكل الثاني غادي نحطوا كره العجينه اللوز في وسط الدائره ونجمعوا الجناب بحال هكا مقابلين ونوركو باش يتلصقوا في الكره، ونكملوا بنفس الطريقه للجهات الاخرين. حتى هي غادي ندهنها البلاصه اللي فيها العقده بالابيض البيض وغادي ندوزها في اللوز مهرمش اولا في الفستق مهرمش. الشكل الثالث غادي نحتاجو قطاعه بقطر 7 سنتيمتر ونص. غادي نحطوا الكره في وسط الدائره وغادي نجمعوا العجينه الفوق بحال كنجمعوا في شي صريره وكنعصرها بشويه بحال هكا وكنحلوا الفوق. وكالعاده غادي ندهنوا العقده بابيض البيض وندوزوها في اللوز مهرمش. ممكن في بلاصه اللوز ديروا بيستاش مهرمش لانه كيعطي شويه اللون ومنظر جميل. دابا منين سالينا الحلوه غادي نغلفوها بالبلاستيك وغادي نحطوها في الثلاجه حتى الغد ليه ونطيبوها. بالنسبه للناس اللي زربانين خاص ضروري تبقى على الاقل 4 سوايع. الغد ليه غادي نديروا الفران يسخن وغادي نستوها فوق ورق الطهي وندخلوها طيب 18 دقيقه على 160 درجه اللي هي حراره منخفضه. الفران يكون شاعل من الفوق ومن التحت واللي عندها المروحه ديرها مباشره. ملي كيخرجوا من الفران هما مازالين سخان كنسقيوهم بالعسل اولا كنطفيوهم في العسل. انا هنا رشيت العسل غير على البلاصه اللي فيها اللوز او اللي فيها بيستاش. هكذا نكون وصلنا لنهايه الفيديو. نتمنى ان هاد الحلويات يكونوا عجبوكم وبصحه والراحه.